تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ضربة قوية بشأن إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر التي تعرض إليها مؤخراً. وأصيب ياسر إبراهيم خلال مباراة الأهلي أمام نظيره ميديام الغاني التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ولم يستطع استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 74. وحسب ما ذكرته قناة الأهلي الخاصة أن ياسر إبراهيم يعاني من شد على مستوى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية بعد الإصابة التي تعرض إليها أمام ميدياما. مدة غياب ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي. وتابعت قناة النادي الأحمر الخاصة أن الإصابة ستبعد ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي لمدة لن تقل عن أسبوعين. واختتمت بشأن موقف ياسر إبراهيم من لقاء نهائي كأس مصر. حتى الآن من غير المحدد فرصة لحاق المدافع بلقاء القمة ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. وعلى الرغم من ذلك إلا أن فرصة لحاق ياسر إبراهيم بنهائي كأس مصر شبه مستحيلة، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة في 8 من مارس، أي بعد 13 يوما من الآن. موعد النهائي كأس مصر، ومن المقرر أن يقام نهائي كأس مصر للموسم الماضي الذي يجمع بين الأهلي ونظيره الزمالك، وتستضيفه السعودية لأول مرة في التاريخ في 8 من مارس المقبل على ملعب الأول بارك. الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراته المقبلة أمام نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز مساء يوم الثلاثاء المقبل. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسى الضغط على زر أعجبني.